السلام عليكم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الرئيس تبون دار لقاء مع الصحافة، ومن ضمن ما تكلم عنه هو الاستدانة من البنك الإفريقي. تخيلوا، احنا دولة الجزائر اللي مسحت ديون 14 دولة إفريقية تقدر بملايير الدولارات، وإحنا اللي قدمنا منحة لإفريقيا تقدر بمليار دولار. إحنا اللي منحنا تونس النجسة ملايير الدولارات، ماشي ملايين، ملايير، لأننا رانا نتكلم على منح مالية، ونتكلم كذلك على مواطنين توانسة راهم يدخلوا الحدود الجزائرية ويقتانوا حاجيتهم تقدر بملايير الدولارات. هذا ما نهدروش على التهريب، ليسونس، المازوت إلى غير ذلك، المواد الغذائية. يعني الاقتصاد راهم هاردينه بملايير الدولارات. ما نتكلموش على تونس وما نتكلموش على ليبيا، هذو كلهم راهم يهربوا. المالي، النيجر، يعني الدنيا عايشة على ظهر الجزائر. يجي يخرج قال لك أخويا نتسلفوا 3 ملايير دولار. هذا ما نهدروش على 1.5 مليار اللي مده للبريكس، وما شفنا حتى فائدة من هذا المبلغ المالي. وبالطبع كان الجزاء بعد منح 1.5 مليار أننا نطرد من البريكس، يعني ما قبلوناش. من قبل كان يقول باللي رانا استرجعنا 30 مليار دولار من دراهم العصابة. المفروض هذه 30 مليار تثمن وتدخل الخزينة العمومية، وبها نخدموا مشاريعنا. ما نهدروش على الميزانية نتاع 400 مليار دولار في غضون 3 سنوات، 2023 2024 2025، وزدنا ثانيت ميزانية نتاع 136 مليار دولار. قال لك نروحوا نتسلفوا. علاش نتسلفوا؟ المهم نتسلفوا. وش باغي نديروا مشروع نتاع خط سكة حديدية ثالثة من راس، رغم أن الشركات وطنية، ورغم أن المواد المستعملة في هذا المشروع كلها متوفرة والآليات. على نتسلفوا.